المنتخب عنده ماتش ودي تقيل ومهم جدا ضد البرازيل يوم الأحد اللي جاي. ماتش من نوعية الماتشات اللي بتكشف لك انت واقف فين بالظبط. بس علشان نفهم حسام حسن هيلعب ازاي قدام البرازيل لازم نرجع خطوة لورا ونبص على آخر ماتش لعبناه ضد روسيا. من أول دقيقة في ماتش روسيا هتلاحظ ان تعليمات حسام حسن كانت واضحة وصريحة: اضغط ضغط متقدم، واقطع الكرة بأسرع وقت ممكن، والعب الكرة الأمامية الطويلة، وارمي عند مرموش وخليه يخطف جول. أو في خطة بديلة: ادي عرضية متقشرة من محمد هاني تنزل على تريزيجيه في حدود ال18، يثبت ويلم ويديها الارتو الشهيرة بتاعته ونخطف جول. طب والدفاع؟ لما بنخسر الكورة التعليمات كانت واضحة: نقفل ب5 ورا ونقرب الخطوط من بعضها علشان نخنق منتخب روسيا بأكبر قدر ونخليه ما يقدرش يمسك الكورة. فضلنا على كده طول الماتش تقريبا لحد ما نزل إبراهيم عادل وبدأنا نشوف حلول فردية، بس كانت على استحياء وما كانش فيه كورة نقدر نقول عليها خطيرة بجد. الوضع بدأ يتغير شوية واحدة بواحدة لحد ما محمد هاني كل شوية يرفع عرضية، بس يعني كان فيهم كرات عرضية ممتازة الصراحة من محمد هاني، ودي كانت فكرة حسام حسن الأساسية. وفعلا عرضية من هاني الكرة تنزل على دماغ مصطفى زيكو ويخطف الماتش. بس هنا بقى سؤال مهم: هو لو انت خطتك الأساسية ان انت تلعب على العرضيات او تلعب الكرة الطويلة، مش حاسس انك ناقصك اهم قطعة في المنظومة دي؟ مش حاسس ان انت ناقصك لاعب زي مصطفى محمد اللي حرفيا بيشوط بدماغه بالمسطرة؟ انت حرفيا ناقصك هيدر ممتاز. ونسأل سؤال تاني مهم: هل هتقدر تعمل نفس الخطة دي قدام منتخب زي منتخب البرازيل اللي بيلعب كورة على الأرض قوية جدا؟ هل اللاعب اللي فيه عشوائية ده بتاع نرمي الكورة لقدام وتيجي زي ما تيجي هيأكلنا عيش قدام فريق بجودة منتخب البرازيل؟ قول لي انت في التعليقات. ودي كانت الحكاية مع حكاية كورة.